مرحبا. السلام عليكم. نعم وعليك السلام ورحمة الله. ضياء انتظر. الحمد لله بارك الله في أخي إبراهيم. انتظر قليلا. ضياء طيب ضاع الذهب الخاتم، ما تفسير ضياء الذهب؟ فهذا يدل أخي الكريم والله أعلم وأعلم على الفراق بينك وبين زوجتك. إما أن يدل إلى وجود سحر التفريق، وإما أن يدل على الانفصال بينك وبين الزوجة ديالك، والله أعلم وأعلم. نعم تفضل أخي إبراهيم. خويا بغيت تفسر لي واحد الحلمة. هادي شي واحد اليومين كنت داير ديك الصورة ديال الصافات، كنت داير ديك الصورة ديال الصافات وناعس وكنسمع فيها وداني الناس. وفي ديك اللقطة حلمت بأنما واحد التعبان خارج من الدار ديالنا، خرج من واحد الغار بين الحيط وخرج ومشى في حالته. تعبان كبير زرق. ما هي معناتها خويا؟ أزرق. نعم خير إن شاء الله تعالى بإذن الله. الإخوان كبسوا معنا، بارطاجيو معنا، شكرا عليكم. اشتركوا معنا في القلب أورانج. اللي حاب نديرو أنكم اللي بغا يشترك معنا في القلب أورانج، هذاك القليب راه اللي بغا يشترك معنا فيه. نعم أول حاجة اللي غنتكلموا عليها، غنتكلموا على جوج ديال الحوايج: متزوج، مطلق، رمل. أنا كنت متزوج وتفارقت. نعم أخي الكريم، الصافات في المنام، رؤية الصافات، هذه الآية الطيبة، هذه الصورة الطيبة المباركة بإذن الله. كنت داير كنسمعها في التليفون، كنت كنسمعها في التليفون وداتني عيني وحلمت هاد الحلمة. نعم هذا أخي الكريم، فهذه الرؤية تدل على وجود أسحار عندك. نعم على أسحار سحر التفريق، سحر التمريض، سحر الشتات والدمار. الثعبان الأزرق في المنام فهو يدل على سحر التفريق، وكذلك أنه يدل على عكوسات كثيرة في حياة هذا الراعي أو في حياتك أنت والطريقة ديالك. الثعبان الأزرق في المنام فهو يدل على خادم السحر، مادام مخصص للفراق بين الأزواج أو الشتات والدمار. كاين هادشي، كاين هادشي راه واقع لي فعلا. نعم وكذلك أخي الكريم، لأن هذه الرؤيا تدل فقط على وجود يعني أسحار، إما كذلك قد يكون سحر معقول وقد يكون سحر مرشوش، الله أعلم، ولكن قد يكون سحر مدفونا أخي الكريم. السحر المأكول راني ديت عليك ديك العشوب، راك وصلتهم ليا. يلاه في الايامات الاولى، في النهار الاول ديال رمضان راني كليت منه واحد 10 ايام، والصراحه راني حسيت براسي مليح. اخويا اسمع لي، انا والله ما بقيت عاقل عليك بالله، بزاف ديال الناس اخويا ما بقيت. انا هو محمد اللي صيفطت لي العشوب في الاول ديال رمضان باش توصلت بهم. هذاك العشوب اخويا صيفطك هاد الخلطه هذه ياك؟ الخلطه ديال البرد نص كيلو ديال 33 عشبه، والخلطه ديال التوكال استعمل ديال التوكال يعني المصار راني نقيتهم الحمد لله، ولكن ما قدرش نكملها، كليت منها نص كيلو. مزيان. شوف عاودني خويا هذيك الخلطه بعدا ديال التنقيه، بالله عليك اخويا العزيز، ملي كنتي تاكلها البطن ديالك كيف ولا؟ البطن ديالي الصراحه كلشي يعني المصار ديالي تنقاو وليت بخير الحمد لله. وكنت شويه كنتعصب، ما بقيتش كنتعصب، واش محيت راه كاين الشهر ديال رمضان والقران، ولا من ديك العشبه يمكن ما بقيتش كنتعصب مزيان. لا شوف هذيك العصب اللي عندك شي ولا العصب تيكون عندك انت عندك السحر المأكول مع القولون العصبي. هذاك الشيء اللي كان تيقلقك، عندك القولون العصبي وعندك السحر المأكول هو اللي كان تيقلقك. ملي حيدتي هذاك السحر المأكول وحيدتي هذاك المسائل اللي عندك، حتى حاجه ما بقات عندك، وليتي بخير. دابا راني بخير الحمد لله الصراحه. المهم اصلا ملي كنت كندير القران هكا، ولا كندير الرقيه راسي كنحس بشي انتفاخ في الكرش في البطن ديالي هادم، ولكن ملي دابا وليت كندير الرقيه ما بقاش كاين داك الانتفاخ.
الكرش المعده ديالي ما بقاش كتنتفخ ولا هكا، ولا في المثل شي عوارض كيخرجوا ولا. الله يرضي عليك، ولكن ملي كليتي هذيك الخلطه ديال السحر تاكليتها هانتوما الاخوان، والله العظيم شوف، اقسم بالله يا اخواني الاعزاء، ها السيد هو تقدى عليا والله تنسيتو، والله اقسم بالله الصراحه. هاي الدرب كبيده، هاي خويا العزيز، هذه ملي كنتي عزك الله اما تقيتي ولا لا؟ قبل ما ندير الخلطه راني صيفط لك تصور بان ما اسمه تقيت، درت الاكتشاف وكذا، وراني صيفط لك تصور اسمه تقيت، وقلتي لي راه عندك توكال. ومنين توصلت بهاد العشبه وصلتني، انا عاقل على النهار واحد الله في رمضان بقيت كناكلها على المغرب، كنفطر بها كندوز واحد 20 دقيقه عاد كنفطر. المهم الكرش ديالي تنقص، المصارن ديالي تنقاو، فهمتي؟ وبقيت كنحس بان واحد الراحه وكنختال. المهم ما بقاش داك الانتفاخ في الكرش ديالي، ما بقايش كنتقرع، ما بقايش كنتاوب. في المساء كنت كندير الرقيه كان كيخرج شي عوارض ما بقاوش كيخرجوا الحمد لله. ولكن ما يبقاوش. واخويا العزيز ابراهيم واش الا عندك السحر ما يكون عندك السحر مشروب مع الخادم السحر ما يبقاش عندك فعلا ما بقاش 10 ايام الاولى ما بقاش. سبحان الله 10 ايام الاولى ما بقاش، ورا باقي نص كيلو منها، كليتها نص كيلو، استعملتها نص كيلو والله القسم ربي كيشهد عليا واشر. ولكن ديال البرد راني مازال ما استعملتهاش، كنستنى تخرج رمضان. لا هذا شوف هذا يخرج رمضان نص كيلو راه يلاه غدا ما يدير لك والو، يلاه غادي يدي حالك. المهم انت غدوق وصافي ان شاء الله باذن الله. شوفوا سبحان الله العظيم. ها انتم الاخوان، وشهد شاهد من اهلها، ها هو الاخ الكريم، ها انت بدا من عندي هذه، وانتم سمعتوا الاخ الكريم ماذا يقول، ماذا تتكلم عن هذه الخلطه. والسيد كان تيعاني عوارض والسحر ماكول والروينه وهذا الشيء اللي كان عنده. خويا العزيز خويا ابراهيم انت فين كاينه؟ انا في الميريا، راني صيفط لك الديريكسيون في الميريا اللي راك عاقل اللي خيدو. لا ماشي عليا انا، شوف انا عقلت عليك، انا عقلت عليك وتنعرفك فين كاين، غير باش الناس يقول لك حق راه السيد راه غير متفق مع الفقيه ونطلعوه راه تبع باش. انا كاع الناس اللي كيشاهدوا كنقسم بالله العلي العظيم والعواشر هذه، انا يلا تلاقيت معك في التيك توك ودرت معك الكونتاكتو، وفعلا وصلتني الامانه وبديت كنستعملها وحسيت بالراحه. وكنقسم لكم بالله الخوت والعواشر هذه ورمضان، وها هي اللي ما بغاش يجي لعندي اللي خيدو نعطيه العشبه يذوق منها، راه باقي منها نص كيلو ما نقدرش نكملها لانها كتقهم، فهمتي؟ ما كتخليكش تفطر، كتضرب داك المعلقه ولا جوج واخا كتجي تفطر كتقهمك، لان الكرش المصارن ديالك كانوا فيهم بزاف التوكال، فيهم بزاف الحوايج. وفعلا ديك الساعات ما حاشا السامعين ما كنتش كنخرج من البانيو حتى تنقيت في كلشي. ها انتم الاخوان سمعتوا كلشي بودنيكم. خويا العزيز واش كاين الامانه وكاين الاخلاص، واش كاين ولا ما كايناش؟ كاين اخويا كاين. شوف اخويا هذا الوجه، شوف هذا الوجه اللي غتشوفني به هو اللي غتشوفني به. فعلا اخويا فعلا، انا الحاجه اللي كنقولها راني كنشهد بها وراني جربتها، كنشهد بها قدام الناس وكنشهد بها، راه هي يوم القيامه تحاسب عليها الا زعما نزلت شي حاجه ولا زعما هاد العشوب الصراحه الله خفوا لي الجسم ديالي ونقاو لي الجسم ديالي، والحمد لله دابا كنحس بالراحه. وهاد نص كيلو اللي راه باقي يخرج رمضان نسيقي معاه نكمل معاه ان شاء الله. وإلا خصتني راني غادي نعيط لخويا، وراني صيفط لك واحد السيده راه اتصلت بك، واحد السيده مويلبه راه هي واقع لنا، واحد السيده راه مويلبه اتصلت بك حتى هي واقع على نفس الديكور، وكانت حكات لي واحد لافير وقلت لها ودي هذيك هضرت معايا ولكن المشكله خويا العزيز دابا هذيك ماشي دابا باغيه تشري، ولكن دابا هي باغيه هذه، ودابا هي قالت لك انا ما عنديش فلوس، باغيه شي وحده اللي شي دابا تقلب لها شي واحد ولا شي وحده يتعاون معاها باش يشريو شي هذه يشري هذه والاخرى شري ديال البرد. فعلا هي فعلا اخويا العزيز هضرات معايا وتكلمت معايا ودوات معايا، ولكن الله يكون في العون معاها سبحان الله العظيم.
لا لا، هي قالتها لي، عليكم قالت لي ما السلام. قدرتش في الاستطاعه ديالي. قالت لي المهم، قالت لي خصني نشوف شي وحده اللي واحد صاحبتها كانت هي واقعه على نفس الديكور، قالت لي نتعاون انا وياها، وهي اللي تجيب ديال البرد وانا نجيب ديال التوكال، ولا بغا نقسموهم هنايا نقسموهم هنا، ولا نشوف اسمو يديرهم. قلت لها المهم ها النمرات تكونيكطاو معاه وشوف اسمو يديرو. انا حاجه وحده انا قلتها لها الحمد في الغالب لله، ديال، قلت لها الحمد العشبه راه لله، مزيانه. الحمد لله، الحمد لله، وشهد شاهد من أهلها. ها الحمد انتم لله. الاخوان، هاد الخلطه اللي دائما تنوصيكم عليها وتنقول لكم عليها، هاد الخلطه، ها هو الاخ الكريم، هذا راه غير واحد، هذا راه غير وما بالك. شوف والله العظيم بزاف ديال الناس تيعيطوا لي بالتليفون تيقول لك الفقير الله يرحم لك الوالدين على هذيك الخلطه. وفعلا الله يرحم لك اعتقتيني. الوالدين، الله يرحم لك الوالدين. رحنا في العواشر وحنا في النص ديال رمضان. امين 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 اخويا العزيز، الله امين يرحم لك، امين يا رب. الله يرحم لك الوالدين، امين والله يا يستر رب. لك الامر الشريف، الله يستر لك الامر اخويا، الله يخليك مع عندك. امين يا رب. امين اخويا والله. لا شوف، انا اخويا والله العظيم، شوف انا اخويا والله ما نبيع شي واحد اخضر. انا ما نغدرك والله العظيم. انا تنبيع، شوف انا تنبيع شي حاجه اللي موثوق منها وعارفها تتخدم. فعلا كاين عريشه. شي تنقيه، سبحان الله، تنقيه المتانه، تنقيه المتانه. هاد السيد هذا دابا البطن ديالو الكرش ديالو غتولي هاك خاويه. فعلا فعلا، ما بقاش كنتقرع، ما بقاش كنتاوب. ديما كنت كنتاوب في الصلاه، كنتاوب بزاف، ما بقاش كنتقرع، ما بقاش كنتاوب. وفعلا داك الانتفاخ لا في الرقيه ما بقاش، داك الانتفاخ ملي كنت كنقرا في المثل الرقيه كيكون لي واحد الانتفاخ في المعده، في الفم ديال المعده، الكرش ديالي كتنتفخ بزاف. ما بقاش داكشي، هذاك الشيء وليت درت له التجربه ما بقاش. حسيت براسي يعني شي حاجه، كشي ميكروب كان عندي مشى. الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وزهق الباطل فعلا. الاخوان واش نقول لكم، راه تنقول لكم هاد الخلطه راه لا عندك السحر ماكل، عندك السحر مشروب، والله لا بقى عندك. سبحان الله العظيم. خويا ابراهيم الحمد الزين، لله، الحمد تحيه طيبه. ولا احتاجتي شي حاجه مرحبا، على الراس والعين الله اخويا يرحم العزيز. لك الوالدين. هاد التليفونات ديالك عندي وحنا كونتاكت. وفسر لي واحد الحلمه عاوتاني وحده اخرى، الله يرحم الوالدين. حلمت مرحبا، عاوتاني، شوف، مرحبا مرحبا. حلمت عاوتاني بالليل كنجري، بحال اللي خرجت من المدينه وجيت قطعت واحد الساقيه كتجري بالماء، تلاقيت بشي واحد بحال اللي خفت منه، هزيت واحد الحجره كبيره ومع لقاتني الظلمه، وجيت رجع لديك الساقيه قطعتها، وتلاقاو بيا شي دراري صغار. قال لي مالك معصب؟ قال لي راك معصب. وتلاقيت واحد الشجره ديال المشماش بقيت كناكل منها، هذيك ضربتني الفيقه، حطيت ديك الحجره وبقيت كناكل من ديك الشجره. ما هي هذه اخويا؟ ما هي المشمش، المشمش، المشمش. شرطوا ليا الاخوان، صنتوا لي شي السيد هذا، ها السيد هذا اقسم بالله كان مسكين تيعيط ليا، كان تيبغي يبكي، تيقول لي اخويا رفقيت نعاني. فعلا. ها هو قدامكم، ها هو دابا تبارك الله. شوف السيد كي كان وكي ولا. شوفوا السيد كيف كان، وشوف حاليا كي ولا. فعلا. لا اله الا الله، سبحان الله. الحمد لله والله العظيم. هذا شوف، هذا اول حاجه، هذا اول حاجه، هذا افتخار لي والله العظيم. هذا اول حاجه. انا تنفتخر بهذا العمل الطيب، وتنفتخر بهذا العمل الجبار، لانه واخا اني تنخسر الفلوس وتنشري العشوب. علاش تنشري العشوب اللي هما ذو قيمه وذو قيمه وذو جوده عاليه، باش نعالج بهم الناس، باش نعطيك انت اللي تعالج. فعلا. نعم اخي الكريم. الحمد لله تعالى. بالنسبه اخي ابراهيم، هذا الرؤيا المشمش في المنام، المشمش في المنام اخي الكريم، فهو يدل على رؤيا طيبه وعلى رؤيا مباركه باذن الله. اما المشمش في المنام يدل على الشفاء، ويدل على تيسير الامور باذن الله تعالى بعد تعكسها، بعد المشاكل وتعكس الكثير من الامور، فهذا يدل على فك هذه العقده وتيسير امرك باذن الله تعالى. الجريو هذا حجرا، فهذا يدل على التغلب على الاعداء وانهزام الاعداء باذن الله تعالى، وكانك انت تقول لهم تعالوا عندي، انا اصبحت بخير على خير، يا تعالوا عندي. الحجر
يدل على انهزام الاعداء باذن الله تعالى. الحمد لله. وديك الساقي اللي قطعتها وليت رجعت وليت قطعتها. الساقية في المنام، الساقي في المنام فهذا يدل على الساقي في المنام والماء، فهذا يدل على زوال المشاكل. كل هذه المشاكل التي مر من هذا الإنسان أو على مرض، فهذا يدل بإذن الله تعالى، والله أعلى وأعلم، على تيسير أمورك أخي الكريم وعلى شفائك بإذن الله تعالى، وهنيئا لك. شكرا، الله يرحم الوالدين، الله يستر الأمر الشريف. درتي النية. الحمد لله. درت النية الحمد لله، والحمد لله راني بخير. والمشاهدين اللي ما تاقش يعيط لي في التليفون ولا يدخل معايا للتيك توك، نصيفط له التصاور ديال التقيه، ونصيفط له كاع التصاور اللي كنت كنتقيا قبل ما ندير هاد العشوب، ونصيفط له حتى العشوب اللي راهم باقيين عندي هنا باش يتاكد بان ماشي راه كارانطيه الصراحه الله. وانا كنشهد على هادشي، كنشهدوا احنا في العواشر. لا اله الا الله، هذه شهاده لله، هذه شهاده لله فيه. هذه شهادة حق تقال في هذا العبد الضعيف. فعلا الله يكتب لك أخويا. الحمد لله أخويا، لا يحاسبنا أخويا، لا يحاسبنا أخويا إبراهيم. آمين أخويا. واسمح لي اسمح لي هذاك واقيلا هو البارح هكا شوية كان طلع لي يدهم، واقيلا قلت لي طلعني وما طلعتكش. لا البارح ما دخلش، يلا دخلت البارح ما دخلش. والبارح واقيلا ولا البارح والله ما نعرف. لا مو حاج، شي واحد آخر صاير داير إبراهيم وصايب حاله. نعم. شكون هذا اللي كنتي راجل واعر طلع عليه؟ شكون هذا؟ اخي ابراهيم، شكرا لك اخي ابراهيم الزين، بارك الله فيك. بقى معنا ان شاء الله تعالى باذن الله، وتنشكروك بزاف، والله يشافيك باذن الله تعالى. الحمد لله. اضاع لك. شوف الحمد لله تعالى، هذا واحد هذا شوف، هذا الانسان شجاع، لان اول حاجه مدير الكاميرا، اول حاجه مدير الفوطو ديالو، وثاني حاجه أنه يتكلم بإذن الله تعالى. شوف يتكلم بإذن الله تعالى وهو يتكلم بكل مصداقية، ويتكلم بالإخلاص وبالمعقول. الحمد لله. ربي كيشهد عليا الشرفة، ربي كيشهد عليا خوتي. الحمد لله والشكر لله أخي إبراهيم. والله أول حاجة تنقول لك أنا على سلامتك، على سلامتك أخي. الله يسلمك أخي إبراهيم، والله العظيم أخويا الله يسلمك. على سلامتك وعلى سلامتك، والله العظيم. شوف وليتي مزيان بإذن الله تعالى. الحمد لله. حتى في الراس ديالي ولا هاني ولا ترانكيلو، ما بقاش داك الشيء ديال شويه التشاش وهذه، فهمت؟ كان داير حتى شويه الوسواس والبارانويا. المهم كان شويه ديال الراس ما كانش مزيان. راك عارف ملي كاين داكشي اللي كيكون في كرشو هو اللي كيديروا الاعصاب، وكيديروا شي حوايج اللي ما كيكونش في المثل، شي مرات كيوصل ما كيكونش في الوعي ديالو. فعلا والله ما كنت في الوعي ديالي. الحمد لله. تعالجتي ولا ما تعالجتيش؟ لا تعالج الحمد لله. دابا الحمد لله الجسم ديالي كنحس بيه خفيف، وراني غادي بخير الحمد لله. ياك تعالجتي بلا رقيه؟ بلا رقيه، بلا رقيه تعالجت بداك الدواء الحمد لله. داكشي اللي كنت واكله هو اللي كان كيخدم لي الاعصاب ديالي الصراحه الله. والله يشافيك اخوي العزيز، الله يشافيك. امين يا رب، امين يا رب العالمين. الله يشافيك والله ييسر الامر ديالك، وانا فرحان. عرفتي فرحتيني شكرا العظيم. وحسيت هذه، شوف هذه اخي ابراهيم، واحد السيده جات عندي، داتها من عندي من الدار، ها هي داتها من عندي من الدار. 3 ايام السيده تطمي الشعر، كل شعره قد هكا. اييه فعلا. تجبد الشعر، واعزك الله اثناء الغائط تيخرج منك شي صفر. فعلا فعلا. بارك الله فيك اخي ابراهيم، الله يشافيك ويعافيك ان شاء الله اخي العزيز. امين. اسيدي شكرا ان شاء الله. شكرا. لا مرحبا بك المقلد، مرحبا بك في اي، مرحبا بك عندي في اللايف ولا في الدار، مرحبا بك والله العظيم اخويا العزيز. شكرا اخويا. عندنا التليفون بيناتنا، حنا كونتاكتو. والله يرحم الوالدين.